السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي، قمت من النوم بقى وكده وفطرنا وروقت الشقة وقلت بقى ايه اعمل بقى اكل ايه اعمل اكل ايه. رحت مطلعه وركين كده من الفريزر، ورحت بقى قلت اعمله بقى في صينية بطاطس كده، ناكلهم كده. وكان فاضل رز بقى من امبارح، فقلت ايه ناكلهم بقى كده بألف هنا وشفا. خليكم بقى معايا، هعمل لكم بقى صينية البطاطس مش هتاخد مني ثواني. انا عارفة طبعا اللي كلكم عارفينها وكده، بس ايه يعني انا بحب اعمل معاكم كل حاجة. وفي طبعا بنات لسه ما اتجوزتش، في بنات لسه ما اتعلمتش الطبيخ، ممكن تاخد الطريقه مني، تاخد الطريقه منكم كده يعني. احنا كلنا بنتعلم من بعض. جبت بقى ايه البطاطس كده وقشرتها، وجبت ايه 3 كوسات كده وقلت اقشرهم زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. صلوا على النبي كده وما تنسوش اللايك، بالله عليكم اللايك اهم حاجه، اللايك والاشتراك وتشاهدوا الفيديو للاخر والاعلانات. بجد بحبكم في الله. يا رب يديمكم نعمة في حياتي، بجد بفرح بتعليقاتكم الحلوة، بجد بتسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم ويفرحكم زي ما بتفرحوني يا رب. وان شاء الله ان شاء الله كل مرة اقول لكم في الفيديو بكرة هنكبر بإذن الله وهكبر بيكم. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. بصوا كده بقى، دي اخر واحدة كده بقشرها معاكم. لما بتقشريها بالطريقة ديت ما بتاخدش من الكوسة نفسها، لكن لما بتقشرها بسكينة زي البطاطس بتلاقي الكوسية ما فيهاش حاجة يعني، فكده افضل تقشير ليها. بصوا كده بقى ايه افضل اللي فيها بقى واغسلها بقى غسلة حلوة كده. غسلتها واقطعها. طبعا لما باجي اقطعها ما بقطعهاش إيه رفيعة علشان ما تستويش قبل الفراخ. طالما هتعملي معاها فراخ او اي حاجة او لحمة او كده، لازم تكون التقطيعة مليانة شوية، البطاطساية مليانة شوية. حتى برضو الكوسة هعملها بنفس الطريقة، مش هخليها يعني ايه رفيعة، برضو هحاول اتخنها عشان برضو متتهريش مني. إيه يعني عبال ما الفراخ تستوي هتكون هي اتهرت، فلما تقطعيها مليانة شوية فما بتتهريش منك يعني. خليكي معايا بقى حبيبة قلبي وشوفي بقى انا هعمل ايه للاخر، وشوفي الصينية الجميلة بتاعتي النهاردة هتطلع ازاي وهتطلع بشكلها ايه. كده احنا خرطنا البطاطس والكوسة. جبت بقى كده ايه الوركين وقسمتهم، كل ورك كده نصين. طبعا انتوا عارفين بقى ان انا وعمر بس يعني في البيت وكده، فايه بألف هنا وشفا يا رب. وجبت كده بصلتين وقطعتهم كده فوق الوراك بعد ما نغسل غسلة حلوة، ونص فلفل حامي كده عشان يديها طعم، وشوية فلفل وشوية ملح. ايوه الله ينور عليكي يا تفاحة، شوية ملح كده. هنرص بقى البطاطس والكوسة بتاعتنا فوق. طبعا انا حطيت، في ناس بتحط الوراك فوق، طبعا انا حطيتها تحت عشان تستوي. ايه يعني لو حطيتها فوق البطاطس ممكن تتهري مني او الكوسة، فانا حطيتها تحت وبعدين ايه اما اجي اديها وش هطلعها فوق تكون استوت وعادي يعني. بصوا كده بوزع بقى البطاطس والكوسة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا عليها. بحب اصفي بالمصفى دي قوي، مش عارفة بحبها يعني في كل حاجة صراحة حلوة يعني. حتى بنقي فيها الرز ما بينزلش منها ولا اي حاجة. كنت مصفية الطماطم في الخلاط بقى وقلت بقى إيه اصفيها معاكم بقى في المصفى. الله الله على الجمال والحلاوة. بصوا كده بجد اتظبطت وبقت زي الفل.
وحطيت بقى شوية زيت كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ودخلتها بقى الفرن كده، عليت الفرن عليها ودخلتها. طبعا بولع الفرن عليها من تحت عشان ايه تستوي، وبعدين بديها وش في الاخر. قلت بقى اغسل بقى اللي ورايا، بحب اغسل اول باول. يعني انت ما تغسلي اول باول، ما تراكمش معاكي مواعين ولا اي حاجه. يعني انا دايما لما باكل حتى في طبق بغسله بعد الاكل. فكده تلاقي بقى مطبخك نضيف 24 ساعه. اي حد يدخل عندك يلاقي مطبخك نضيف. النظافه حلوه في البيت وبتريح النفسيه. يعني لما الواحد بقى قاعد زهقان ومخنوق وكده، مع النظافه نفسيته بتهدى شويه. قلت بقى اغسل بقى الطبقين بقى والايه اي حاجه. كنت عامله بتاع اللي في ايدي ديت البطاطس. الصبح كنا فاطرين بطاطس مسلوقه كده وبيض، فقلت بقى اغسلها بقى معاكم عشان ما يبقاش عندي حاجه وسخه خالص. وغسلت برضو الرخامه بالمره وكده عشان ايه، زي ما قلت لكم النظافه حلوه وبتهدي النفسيه، واللي بيدخل عندك بيقول الست دي نضيفه. قومي بقى تشجعي كده واعملي فيديو بقى كده نظافه. مش فيديو يا جماعه، يعني اعملي نشاط بقى كده واعملي شويه نظافه في بيتك بقى. بص، يا رب كده اكون بديكم طاقه وكده، شويه طاقه. بجد الواحد كلنا محتاجينها والله. انا واحده حبيبتي كانت لسه بتكلمني في التليفون وبتسال عليا وبتسلم عليا انا وعمر وكده. فقعدنا بقى نتكلم بقى على الاسعار والناس تعمل ايه. فعلا يا جماعه والله كل حاجه غلط، والله العظيم ربنا يا رب يرحمنا برحمته. والله الواحد كلنا مش انا ولا هي ولا اي حد، كلنا ماشيين بستر من عند ربنا. فالحمد لله على كل شيء. الواحد يعني إيه هنقضي الدنيا وزي ما ربنا رايد يعني. الحمد لله كل شيء. الواحد بيحاول يعني ايه يعمل الميزانية. طبعا في الغلو دوت لازم انت تعملي بقى ميزانية للبيت. مش هتبقي ماشياها كده يعني بالبركة او كده، زي يعني مثلا اللي معاكي تصرفيه النهاردة. لا طبعا ميزانية كل يوم. هتشوفي بقى انت هتاكلي ايه هتشربي ايه كده، لازم ايه تعرفي انت بتصرفي في ايه بالظبط. علشان الدنيا غلت وكل حاجة غلت يا حبايب قلبي. طبعا احنا مش هنبطل ناكل احنا ولا عيالنا. بس ايه عايزين شوية ميزانية كده. تبقي عارفة انت بتعملي ايه وبتصرفي في ايه. بصوا بقى كده مسكتلكوا بقى الرخامة، وبجد بجد نضفتها جدا. انا الرخامة بتاعتي يعني ايه اللون دوت، هو مفيهاش وسخة ولا اي حاجة. الغمقان ده هي لون الرخامة كده. صراحة اما جيت اركب الرخام كنت عايزة الرخام التاني الغامق شوية المنقط ده. بس لقيته غالي قوي قوي. فمعرفتش صراحة اركبه. بصوا بقى، بصوا النظافة. الله 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 عليك يا تفاح. والله يا جماعة خليتها بتبرق كده. صينية البطاطس بعد ما طلعت